السلام الناس كلكم، ومرحبا بكم في فيديو جديد في القناة. اليوم اليونيون السويسرية زادت الكرة الأوروبية قرعة دوري أبطال أوروبا لعام 2026. مش أي قرعة، عندنا مواجهات قوية من الدوري الثمن النهائي وما صار الربع النهائي اللي رسموه اليوم. خلينا نقولوا اللي الفينال بودابست باش يكون تاريخي اليوم، باش نحلوا مع بعضنا كل طرح ونشوف شكون اللي زهرت مع القرعة وشكون اللي عكسته. وين نبداو؟ وكالعادة والعوايد ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وضغط زر اللايك ليصلكم كل أخبار الكرة التونسية والعالمية. الريال والسيتي، نبدأ بالصحيح. الريال والسيتي ولات عادة سنوية، لكن المرة هذية في الثمن النهائي السيتي يحب يرجع هيبته، والريال بخبرته في الشامبيونز ليج عنده الخبرة انه طلع المباراة ويفوز بها. هل تعتقدوا انه الريال قادر يخرج السيتي المرة هذية زادة؟ نعم ام لا؟ الإجابة مازلنا ما نعرفهاش. برشلونة ضد نيكولاس مشروع جديد، يحب يثبت روحه ضد عمالقة كاتالونيا اللي قاعد يرجع لمستواه. وعنا باريس ضد تشيلسي، زوز فرق يحبوا يثبتوا اللي المصاريف اللي صرفت ما مشاتش حرام. باريس وتشيلسي، تشيلسي بطل العالم، وباريس اللي يحب يرجع حقه من تشيلسي بعد نهائي كأس العالم. وعنا مباراة غلطة ساري ضد ليفربول اللي قاعد يقدم في مستوى جيد وقاعد يحسن في مستواه. وعنا مباراة أتلانتا ضد بايرن ميونخ الفريق القوي اللي يحب يفوز بالمباريات اللي عنده المرة هذية شامبيونز ليج. وعنا مباراة أتلتيكو مدريد وتوتنهام، مباراة قوية تجمع بين إسبانيا وإنجلترا. وعنا مباراة بودو على سبورتينغ لشبونة الفريق البرتغالي اللي يحب يوري مستواه المرة هذه. وعنا بايرن ليفركوزن ضد أرسنال اللي يحب يحقق حاجة باهية في الشامبيونز ليج هذية ويصل للنهائي. والقرعة اليوم ما حددتش كان دوري الثمن النهائي برسمة الطريق للدور الثمانية. المصدر الأول الفائز من باريس وتشيلسي باش يقابل الفائز من ليفربول وغلطة ساري. طريق تبدو مقدور عليها للريدس لو ترجع فورمتها. المسار الثاني مسار الموت، الرابح من الريال والسيتي باش يلاقي قدامه بايرن ميونخ وأتلانتا. وما نساوش بودوغليمات النرويجي اللي عمل المفاجأة وصل لدور الثمن النهائي، وعنده ماتش ضد سبورتينغ لشبونة الرابح منه باش يقابل أرسنال أو ليفركوزن تحت قيادة تشابي ألونسو. هل نشوفوا فريق صغير في النصف النهائي؟ مازلنا ما نعرفوش. يعني مسار الدوري الربع النهائي باختصار باش تكون المواجهات بين الفائز من باريس سان جيرمان ضد تشيلسي ضد الفائز من غلطة ساري والليفربول. المواجهة الثانية الفائز من ريال مدريد والسيتي ضد الفائز من أتلانتا ضد بايرن ميونخ. المواجهة الثالثة الفائز من نيكولاس ضد برشلونة ضد الفائز من أتلتيكو مدريد وتوتنهام. المواجهة الرابعة الفائز من وغليمات ضد غريمات ضد سبورتينغ لشبونة ضد الفائز من بايرن ليفركوزن ضد أرسنال. وهذا آخر تفكير بين مواجهة دور الثمن النهائي. باريس سان جيرمان يلعب ضد تشيلسي، غلطة ساري ضد ليفربول، ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، أتلانتا ضد بايرن ميونخ، نيكولاس يونايتد ضد برشلونة، أتلتيكو مدريد ضد توتنهام، بودو غليميت ضد سبورتينغ لشبونة، بايرن ليفركوزن ضد أرسنال. حسب رأيكم هل الفينال باش يكون بين الريال والبرشلونة؟ اكتبوا في الكومنتات شكون تتوقع باش يلعب النهائي. وما تنساوش الذهاب في مارس، يعني العرض ما زال كيبدي. وما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل أخبار الكرة التونسية والعالمية.